السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ثم تشوفوا في هذا الفيديو نتمنى لكم كامل الصحه والسلامه، ودائما كما تعودنا نصلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ان شاء الله كما راكم تشوفوا البنات راني جايبت لكم وصفه كاب كيك اللي يجي بزاف بنين وناجح 100%. وكما تقدروا تخلوه ثانيك مادلان عادي باش تشربوا به القهوه، ثانيك تجي وصفه تاعو بزاف بنينه ورائعه. هنايا كنت جبت باش نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاش خرجت دايره من الوسط، يعني يخرج بزاف رائع. هنايا الاعياد الميلاد الحفلات، يعني تقدروا نتوما تبدلوا له لي كيسات، ديروا له لي كيسات. يعني انايا درتها بالشي اللي موجود عندي في البيت، يعني وانتوما اللي بغات تبدل له يعني لي كيسات، بغيتي تبدلي له الديكور. انايا المهم لا باز على الوصفه هنايا قسمت معاكم، يجي بزاف بنين هذه الوصفه. انايا هنايا حشيته كيما تبغوا تحشوه، يعني تبعوني المقادير تاعي، تبعوها خطوه بخطوه باش تعرفوني واش درت في هذه المقادير، يعني نتاع المادلان تاعي ولا لي كاب كيك تاعي، واش درت بهم خطوه بخطوه. نروحوا نبداو على بركه الله بالمقادير. هنايا عندي زوج حبات نتاع البيض، هنا درت فيهم قرصه نتاع الملح، هنايا ملعقه كبيره تاع لافاني كيما دائما تعرفوني نبغي لافاني، هنايا درت مبشور حبه ليمون، هنايا عندي كاس نتاع السكر. ونبدا نخلط في المقادير تاعي، خلطوه عادي غير بلا فوي البنات، ما تخلطوش بالباتر، عادي خلطوا مليح مليح بلا فوي تاعكم. بعد ما خلطوه نزيدوا له هنايا نصف كاس نتاع الزيت، وبداو ثانيك تخلطوا هذاك الزيت حتى يندمج لكم مليح مليح مع المقادير الوالا. ومن بعد كينا بعد ما يندمجوا نروحوا نضيفوا نصف كاس نتاع الحليب، عفوا ضفنا نصف كاس تاع الزيت ونضيفوا نصف كاس نتاع الحليب. هنايا نخلطوا هذاك الحليب تاعنا حتى يذوب لنا هذاك السكر. هنايا الفارينه بنفس الكاس اللي كنت عبرت به، ندير الكاس الاول تاع الفارينه وزوج لاليفير وزن 10 غرام للوحده، يعني زوج وزن 20 غرام. ابداو هنايا تخلطوا في الفارينه تاعكم، دخلوا فيها. درت الكاس الاول انا تاع الفارينه، ابداو تخلطوا حتى تدخل الفارينه الاولى الكاس الاول. وهنايا ثاني جبت الكاس الثاني، نبداو نديروا بالتدريج كما دائما نقول لكم. الفارينه كاينه اللي تشرب، بداو ديروا بالتدريج البنات. وهو يجي شوفوا المادلان ولا لي كاب كيك تاعنا يجي القوام تاعهم ماشي كيما المسكوتشو، يجي القوام تاعنا شويه ثقيل على المسكوته العاديه اللي مارفين نديروها. هنا كيما شفتوني راني كملت زوج كيسان وضفت زوج ملاعق نتاع الفارينه، يعني هذا المقدار ديري زوج كيسان نتاع الفارينه بنفس الكاس اللي كنت نعبر به، وضفت ملعقتين نتاع الفارينه. كيما شفتوا القوام تاعه يولي ثقيل على تاع المسكوتشو. هنايا نحكم انايا هنايا لي كيسات تاع المادلان، يعني القبابش هذوك نديرهم لتحت ونضيف هنايا لي كيسات. هنايا التعمار تاع المادلان انايا هنا ميراني نديروا لي كاب كيك باش ندير له ديكور من الفوق، ما بغيتش نعمرها بزاف. هنايا درت الربع، يعني نتوما ديروا 3/4 اللي تبغي ديره مادلان عادي، عمريه شويه على هذا الحجم، لانه انا كيما قلت لكم باش نديروا لي كاب كيك ما بغيتاش يجيني منفوخ زياده عن اللزوم. هنايا بعد ما كملت كاع درت هذيك الخليط نتاعي تاع لي كاب كيك، نديره يطيب ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. هنايا بعد ما طاب لي البنات شوفوا كيفاش كيما قلت لكم انايا ما بغيتش نكثر في الحبه. هنايا خليته برد لي مليح مليح. هنايا كان عندي زوج حبات نتاع الخوخ، رحت قطعتهم طيبتهم. نتوما اي حاجه تحشوا بها لي كاب كيك تاعكم، كونفيتور يعني مربى، اي مربى تبغوا عندكم في الدار، اي شوكولا تختيني، اي حاجه تبغوا تحشوا بها المادلان تاعكم. هنايا شوفوا هنايا كيفاش درت لها في الوسط بهذاك لادوي، وانتوما عادي تقدروا بالملعقه اي حاجه، المهم تقلعوا هذيك يعني ديروا له تعمروه تحشوه باي حاجه. كما قلت لكم تقدروا تحشوه بالكونفيتور، اي كونفيتور عندكم، وكما تقدروا تحشوه بشوكولا تاختيني. وينا بهذيك لادوي تساعدني بزاف وتعطيني شكل رائع، ما تخسرليش الحبه تاع لي كاب كيك تاعي. وتحشوه بهذاك الطرف تاع الخوخ كيما هكا، اللي يزيدوا بنه على بنه في هاد لي كاب كيك تاعنا. هنايا بعد ما نكمل انا نحشيهم كامل هذوك لي كاب كيك، نعاود نروح باش نديكوريهم بلا شونتي. هنا لا شونتي يعني كاع البنات راني عارفه بلي تعرفوا تخلطوها، ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. هنايا درت كاس انا تاع لا شونتي وكاس ناقص صبع نتاع الحليب اللي يكون بارد مليح مليح. هنايا البنات اللي تبغي يعني ما نخلطها بالماء، انا نبغي نخلطها بالحليب، والا كان يعني بيطولوا لكم هذو لي كاب كيك ننصحكم بالماء، لانه الحليب يعني يخلي لا شونتي تاعنا تخسر كي طول. انايا بعد ما قسمتها هنايا على زوج، خليت نصها بيضاء والنصف الثاني هنايا درت لها لا باتاغوم تاع شوينغوم يعني ملون ازرق، وانتم كيما تبغوا يعني اللون اللي تبغوه
يعني شوفوا عطاني لون، يعني درت انايا اللون بارد يعني ازرق بارد، ما درتش لون قامح. هنايا نحكموا كيما راكم تشوفوا هنا نحكموا السيلوفان، ندير لا شونتي تاعي الزرقاء وحدها والبيضاء وحدها. هنايا البنات يعني انايا هنايا كانت عذبتني، لانه كان النهار اللي درت فيها كان درجه الحراره مرتفعه، يعني كيما راكم تعرفوا درجه الحراره بدات شويه تبرد، بصح اليوم انا اللي درتو فيه كانت درجه الحراره مرتفعه، يعني كنت دايرتها في الكونجيلاتور بصح ان جبد لا شونتي تاعي تبدا تذوب معايا. هنايا بعد ما كنت كيما قلت لكم درتو، شوفوا الطريقه كيفاش درت. قصوا هذاك السيلوفان اللي كنت لمدت فيه لا شونتي تاعي ودخلهم في لابوش وحده. لا دوي انا درت المسنه، نتوما كيما طلع لكم شوفوا الديكور كيما تبغوا تتفننوا. هنايا شوفوا انايا الاولى الديكور اللي درت بهذا الشكل، شوفوا كيفاش تخرج شابه ورائعه، يعني لون نصف نصف، يعني تقدروا ثاني كديروا 3 الوان، يعني كل واحده كيما قلت لكم تتفنن. هنايا عندي عقاشات هنايا هذو بويضين ودوغي في الارجون الدوغي، يعني درتهم في الوسط. كنت درت هذا الديكور وديكور اخر، يعني تقدروا تفرحوا وليداتكم بابسط الاشياء، تقدروا تفرحوا وليداتكم ديروا لهم حاجه في البيت، يعني كحفلات ولا يعني حتى وما كاش حفلات، يعني ديروا لهم هذا لي كاب كيك احسن من اللي تشروهم باثمان يعني باهظه الثمن، يعني راهم غاليين بزاف، كل شيء راه غالي. نشروا ونصنعوا وليداتنا نفرحوهم من هذاك. هذا هو لي كاب كيك تاعي في شكله النهائي. يعني هنايا قبل ما نكمل نتمنى دخول موفق لجميع الاولاد نتاوعنا الى المدارس ان شاء الله، البنات والاولاد وجميع المسلمين يا رب العالمين. وهنايا نقسم الحبه نتاع المادلين معايا ولا تاع لي كاب كيك في شكله النهائي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هنا لي كيسات تبغوا تبدلوهم يعني خرج بزاف رائع وبزاف بنين بهذيك الوصفه نتاع يعني بهذيك اللي عمرتها من الداخل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تهلاو في رواحكم، نلقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.